قال: ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر، هذا حامل القرآن، من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تحثوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمون إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. والأحاديث في هذا كثيرة، لكن الأمر مختلف فيه. في هذا التفصيل أنا راح نقول شيء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختلفوا فيه العلماء، في أحاديث تنهى عن أخذ المال بنية التكسب من القرآن، وكاين أحاديث أخرى كذلك صحيحة، من بينها: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الإنسان اللي راه في غنى عن أن يطلب كسبا من القرآن، أنا نقول فليزهد فيه. لكن في زماننا دوك مثلا لو نجو إلى مسجد معين نلقاو مثلا الإمام اللي يصلي بالناس لابد أن يكون له مقام، وهذا المقام هو مقام الترتيب والإباحة. فمن كلفه الحاكم أو القوانين. هذا المؤذن لا يؤذن، كذلك من كلفه القانون. هذا المعلم تاع القرآن كلفه القانون. فمن جيش أنا أسقط هذه النصوص على مثل هؤلاء، ما نقدرش نقتص، لأن هذا الإنسان اللي راه يعلم في الناس له خياران: إما أن يكون إنسان متعفف ولا بأس به وعنده مدخول ويقول أنا في حل وله ذلك، واحد آخر يقول أنا أعلم القرآن وآخذ على هذا الزمن شيئا، فلا تستطيع ولا تملك شيئا أن تقول له وتسقط عليه النصوص الأخرى وتقول له ما يجوزش تتكسب. فإذا قلنا له ما يجوزش يتكسب، هو وش يواسي؟ يخرج من هذا المنصب ويروح يحوس على عمل واحد آخر، وأمثاله كثير، فيضيع التحفيظ. ليس كزمان من كان قبلنا، كان الناس كلهم مشتغلون بالقرآن، هذا اشتغالهم. احنا رانا في زمن والله الذي لا إله إلا هو، وكان نقدروا نعودوا نجيبوا الناس من برا باش يحضروا الحلقات تاع الفقه ويحضروا الحلقات تاع القرآن ونخلصوهم، لصار واجبا علينا لكثرة الصوارف عن ذكر الله ولكثرة اشتغال الناس وابتعادهم عن هذا الباب. اشتغال الناس صار في باب واحد آخر. ولهذا قلت لكم الناس السلف تاعنا كانوا نزيدوا نوضحوا. شفتوا البحر، الإنسان يدخل البحر ويلقى الكورون تاع البحر ماشي معاه، فهو وش يواسي؟ يضرب ضربة يلقى روحه مشى كيلومتر، يزيد يضرب الضربة الثانية 2 كيلومتر، هو ما يصدقش. من يعينه على ذلك؟ هذاك الكورون، لأنه يمشي في نفس الاتجاه تاعو. لما يكون يمشي عكس التيار كما يقولوا بالفرنسية كونتر لو كورون، يولي يضرب 10 ضربات يلقى روحه ما تحركش من بلاصته، بالعكس زاد ولا للور. فأسلافنا كانوا يمشوا مع التيار، احنا رانا نمشوا عكس التيار. المجتمع تاعنا ولا جارف. تتخيلوا قد تغفل عن ابنك ساعة أو دونها تلقاه راح. ولهذا ما يكفيش أبدا للوالدين الرعاية اللي كانوا والدينا يرعوها لينا لما كنا احنا صغار. في هذا الزمان بكري كان الوالدين يرعوا أولادهم، أو أمهاتنا يعرفوا هذه الأشياء. الوالدين كانوا يرعوا أولادهم، وأحيانا
ما على بالهمش كاع بهم. بصح كان الطفل ما عنده وين يروح بعيد. لماذا؟ لأن المجتمع كان يربي. كان المجتمع يربي بالصفة تاع واش؟ اليمونطاسيون جينيرال، اليمونطاسيون جينيرال. طفل صغير يدي له مبلغ مالي كبير ويقول له اعطيني حبة حلوى، يمد له حبة حلوى ويحكم له الصرف كله ويخبيه، وكي يجي باباه يقول له ها وليدك جاب لي هذا المبلغ. هذه تربية. وفي أكثر الأحيان يضربه. كان الجار يضرب ويعلم ويوجه جاره. كان المعلم كيف كان الإمام كيف. فالطفل صغير ما عنده وين يروح. والنفس ولهذا هذا منهج في التربية. الطفل الصغير لما يفهم باللي هذا وهذا وهذا وهذا، يعني المعلم وجاره والبقال والجزار راهم ضده وباباه ويماه ضده، يتربى. وراح نقولوا ظاهرة واحدة أخرى. الطفل صغير في البيت باباه ويماه، إذا كان الطفل صغير يضربوا باباه، اسمحوا لي، ويماه تحوز عليه ويولي يتخبى مور يماه، راح طفل، ضاع الطفل، انفصم وانقسم. ولهذا أهل التربية وش يقولوا؟ حتى إذا كان الأب مختلف مع زوجته ولا الزوجة مختلفة مع ما تنهروش قدام الطفل الصغير. خلي الطفل الصغير ما يفهمش باللي كاين خلاف بين الأب والأم. لازم يفهم باللي الأب والأم واحد. كفانا احنا رانا غير برك مع المجتمع ما سالكين. يزيد الطفل صغير في الدار ينفصم. ولهذا أني قلت لكم المجتمع تاعنا رانا نمشوا عكس التيار. ولهذا لابد أن نحاسب ونحاذر ونحاول نكون في هذا المستوى وفي هذا الفهم. حتى إذا كان أنا ضربت وليدي مثلا وأني غلط كي ضربته، خلي الأم تسكت وبعد تقول له لا ماشي هكذا، شوف هاي ليك تفهموا في عدم حضوره. ماشي لا ما تضربليش وليدي. طفل صغير وش يفهم؟ هذا ماشي بابا، هو وليد يمه ولا العكس. فينفصم الطفل ويأخذ منحا ويقول يقولوا وش به وليدنا؟ انت اللي سيبته كما يقولوا اصحاب الشرق. ولهذا الامر في اخذ القرآن والتكسب منه امر مختلف فيه وننقل فيه شيء. الانسان لما يدخل اي مكان يعلم القرآن لا سيما او العلوم الاخرى وكان في حل عن اخذ المال وزهد عنه فله ذلك. اما انسان ما عندوش راهو على الحديده ومن غير شرط وأكرم فلا بأس أن يأخذ من هذا المال، فلا بأس أن يأخذ ويأكل ويشرب. ما نواسوش كما البعض ذكرنا نمشوا لبعض الدروس ولا لبعض الدورات ولا لبعض يعني الندوات وتلقاهم يتساوموا. أنا حندير دورة في التحفة شحال تمد لي؟ ومن بعد يقولوا نمد لك 10، يقولوا ما تساعدنيش أنا مد لي 15. هذا لا يليق. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسداد. نقف عند هذا الحد في بيان. وصلنا إلى طبعا نكمل هذا الفصل اللي هو المهم، فصل في المحافظة على تلاوة القرآن. تلاوة القرآن واجبة، تلاوة القرآن واجبة. حفظ القرآن أنا بركني نقول لكم الحكم الشرعي، حفظ القرآن ليس واجبا. حفظ القرآن ليس واجبا لكنه مكرمة واختصاص من الله سبحانه وتعالى يخص به من شاء من عباده. إكرام كبير حفظ القرآن، وكفى الأحاديث الدالة على ذلك. ولهذا ما يجيش واحد يقول لكم ما تحفظوش قرآن. اللي ربي سبحانه آتاه قدرة وآتاه خصوصية وحباه بهذا الحفظ يحفظ القرآن. لكن تكلم هنا على قضية المحافظة على تلاوة القرآن، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم
حث على قراءة القرآن في عدة مواضع من نصوص بيان فضل كلام الله سبحانه وتعالى. قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن في حديث عبد الله بن مسعود: أنا لا أقول ألف لام ميم، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن لابد أن يواظب عليها الإنسان، ولا يحسن بالإنسان عامة المسلم أن لا يجعل لنفسه وردا من القرآن يقرأه. لا يحسن، يعني يطلع عليه الشمس وما يقراش حتى تغيب عليه الشمس وما فتحش المصحف ولا قرأ آية. لا يحسن بالإنسان المسلم. ناهيك عن حامل القرآن، ناهيك عن حامل القرآن، يعني ما نهضروش على حامل القرآن. فحامل القرآن راهو كلما ابتعد عن القرآن يوما ابتعد عنه القرآن أكثر وأكثر وأكثر، إذ أن الكلام الله سبحانه وتعالى من أعز ما يعني أكرم به عباده، ومن أعز ما وجد على هذه الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، وأن يكرمنا بالقرآن وبفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنكم.